عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكل السما. النهارده مع بعض عملنا عيش السرايا بالسميد. عملنا عيش السرايا بدون توست بطريقة بسيطة وسهلة وجميل جدا. شايفين ما شاء الله؟ حاجة خطيرة جدا جدا، حاجة لذيذة فوق الوصف، مش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا نشوف المكونات وطريقة التحضير. عندنا في مكوناتنا رتل حليب كامل الدسم، كوباية ونص سميد بسبوسة، 7 معالق كبار نشا، كوباية سكر، ربع كوباية مية زهر، وعندي علبة قشطة بوك أو أي قشطة متوفرة عندك. هي دي مكوناتنا وبسيطة جدا. يلا نبدأ بطريقة التحضير. أول خطوة عندي يا حبايبي هنعملها، حطيت حلة على النار وهنزل بكوباية السكر على نار هادية علشان تتكرمل معايا. هكرمل السكر عندي على نار هادية بالشكل ده كده. هسيب السكر يتكرمل على نار هادية. وهو يا حبايبي بدأ السكر يتكرمل معايا واقلبه واحدة واحدة بالراحة. انا عايزة الكرملة عندي يكون كده لونه ذهبي ما يغمقش عشان ما يمررش معانا. هقلبه واحدة واحدة كده بالشكل ده ويفك معانا. وبعد ما السكر يا حبايبي اتكرمل عندي بالشكل ده بقى هنزل بكوبايتين ميه كبار سخنين. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده، واسيبهم بقى لحد ما السكر عندي هيفك واحده واحده. هقلبهم لحد ما السكر يفك عندي. وبعد ما السكر فك عندي يا حبايبي بالشكل ده بالطريقه ديت، شايفين الكرمله كلها عندي فكت ازاي؟ هنزل بقى بالسميد بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده واقلب. اللهم صل وزد وبارك بالشكل ده. هقلبهم بالطريقه دي وانزلهم واحده واحده. بعد ما نزلت بالكوبايه ونص سميد بالطريقه ديت، انا عندي بقى ميه ورد. هنزل كده بمعلقتين بديها ريحه جميله جدا ونكهه تحفه. اللي مش عايز ميه زهر ممكن ان هو يستبدلها بفانيليا براحته. وهقلبها كده لحد ما يتشرب عندي بالشكل ده. ما شاء الله ريحه جميله جدا. شايفين بدأ ان هو يتشرب عندي ازاي بالشكل ده كده؟ ما شاء الله جميل جدا. بعد ما الخليط شايفين ما شاء الله السميد عندي تشرب ازاي سكر كراميل. طفيت عليه بقى النار وهنحطه في القالب بتاعنا. يا حبايبي بعد ما نزلته على النار انا عندي الصينيه بتاعتي او القالب اللي عندك البايركس، هنزل فيه كده. نزل حلوى السميد بتاعنا كده اللي احنا عملناه، نزله في القالب بالشكل ده كده. نزليه وهو سخن، اول ما يبقى سخن كده ينزل على طول عشان تعرفي تفرديه. بعد ما فردتها في الصينيه بالطريقه ديت يا حبايبي هسيبها بقى تبرد ونيجي نعمل الطبقه التانية. نعمل مكونات الطبقه التانية يا حبايبي. انا هجيب بقى عندي الحله ان انا هعمل فيها. عندي الحله اهيت. هنزل برتل الحليب بسم الله الرحمن الرحيم، حليب كامل الدسم عشان يبقى طعمه جميل. وعندي كمان هنزل بالنشا، هنزل ب7 معالق نشا بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان ب4 معالق سكر. وهقلبهم كويس على كل ده على البارد لسه ما حطيتوش على النار. وهنزل كمان بمعلقتين كبار ميه زهر بالطريقه دي، بتديها برضو نكهه جميله جدا وطعم حلو قوي. هقلب كل ده على البارد بسم الله ما شاء الله بالشكل ده كده. وبعد كده هرفعهم على النار لحد ما يبقى عندي قوام تقيل زي قوام المهلبيه بالشكل اللي هوريهولكم. هروح ارفعه على النار وافضل اقلب فيه من وقت للتاني لحد ما طبقه الكريمه عندنا تبقى جاهزه. ودي الطبقه التانية يا حبايبي. شايفين بعد ما ربطت على النار ازاي؟ ما شاء الله حلوه جدا وقوامها جميل جدا. شايفين حلوه وخطيره جدا.
عندك بقى اختياري، ممكن تحط عليها قشطه وممكن ما تحطيش على حسب ما انت عايزه. انا هحط عليها معلقه قشطه واحده بس. هنزل عليها بمعلقه قشطه، بتديها طعم حلو وبتعزز عندي النكهه والطعم وبخلي قوامها جميل جدا وطعمها خطير. وهقلبهم، هقلب القشطه مع الكريمه بتاعتنا بالشكل ده كده. وبكده تكون الطبقه التانية جاهزه عندي. هحطها على الطبقه الاولانيه. الطبقه الاولانيه بعد ما بردت هنزل عليها بالطبقه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين القوام ناعم وكريمي جدا وريحته تجنن ما شاء الله. هنزل بالطبقه التانية كده وافردها على الاولانيه بالشكل ده. هسيبها بقى لمدة ساعتين تبرد تماما. في الجو اللي احنا فيه ده هسيبها تبرد بره التلاجة عشان احنا الجو عندنا ساقع، فهسيبها بره التلاجة. لو في الصيف ممكن تدخليها التلاجة لمدة ساعتين، فهسيبها تبرد لمدة ساعتين. سيبنا يا حبايبي حاوة السميد بتاعتنا تبرد لمدة ساعتين بعد ما حطينا طبقة المهلبية عليها. عندي بقى الطبقة الأخيرة وهي اختياري، لا اما تختاري تحطي كريم شانتيه لا اما قشطة. انا خفقت كوبايه كريم شانتيه وكمان حطيت عليها معلقتين قشطه وهحطهم على وشها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعملهم بطريقه، اي طريقه كانت بالشكل ده، بالطريقه ديت. بسم الله ما شاء الله، تديها طعم وحلوه قوي قوي قوي، نفس الطريقه بتاعه محلات الحلواني بالظبط بالشكل ده كده. وبعد ما حطيت طبقة الكريمة بالشكل ده بقى، عندي اي مكسرات متوفرة عندك، اي مكسرات حطيها على الوش بالشكل ده بطريقة عشوائي. حطيها مكسرات على وشها بتبقى حلوة قوي. وبعد ما حطينا المكسرات على الوش بالطريقة ديت هندخلها التلاجة بقى لمدة ساعة، كل حاجة فيها كده تسقع وتاخد من بعضها، وبعد كده هنطلعها ونقطعها. حلوة عيش السرايا بطريقة بسيطة وسهلة جدا. هنسيبها بقى في التلاجة ساعة لحد ما تتماسك مع بعضها. ودي الحلوة بتاعتنا يا حبايبي بعد ما سبتها في التلاجة ساعتين، ساعة كده وبقت كلها متماسكة. يلا نقطعها ونشوفها مع بعض. هنقطعها بسم الله الرحمن الرحيم نصين بالشكل ده كده. بسم الله. بعد ما تماسكت معانا هنقطعها مربعات. بعد ما قطعتها مربعات بالشكل ده هنطلع بقى القطع عشان اوريها لكم. شايفين الطعم، شايفين الجمال ما شاء الله. حلوة السميد حلوة جدا. شايفين طبقات حلوة عيش السرايا بالسميد بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا. حلوة لذيذة وسهلة وطعمها خطير جدا. جربيها وهتلاقيها سهلة معاكي بكل سهولة. النهاردة عملنا مع بعض حلوة عيش السرايا بكل بساطة وبكل سهولة. كنتم في مطبخ أكلة سما، من أكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.